السلام عليكم. حاب نبدأ هذا الفيديو بالترحم على أرواح الشهداء اللي توفاهم ربي في حادثة سقوط الحافلة في واد الحراش. ربي يرحمهم ويوسع عليهم. هذا الحادث المؤلم طلع للسطح مشكلة قطاع النقل في الجزائر، وبالأخص النقل الجماعي. بزاف ناس مدوا الآراء ديالهم، وحنايا في هذا الفيديو إن شاء الله رايحين نحاولوا نشوفوا المشاكل تاع النقل الجماعي في الجزائر، وكذلك نقترحوا بعض الحلول. بسم الله. أولا لازمنا نعرفوا بأنه قطاع النقل هو قطاع حيوي وضروري للاقتصاد تاع أي دولة. لتوضيح الصورة، إذا كان الاقتصاد هو جسد، فإن قطاع النقل هو الدورة الدموية ديالو. كما الدم ينقل المغذيات، الأكسجين وقاع واش يحتاج الجسد باش يخدم، كذلك قطاع النقل ينقل البضائع والأشخاص واليد العاملة اللي هي الركيزة تاع الاقتصاد. فيما يتعلق بالنقل الجماعي، الناس تستعمله باش تروح للخدمة، باش تروح لقرايتها أو باش تحوس إلى آخره، ولكن نحبوا نركزوا حنايا على الفئة تاع العمال، علاش هذه هي الفئة الكبيرة اللي تستعمله باش تروح للخدمة وباش ترجع. وهنايا قاع على بالنا بلي العمال لازم ينوضوا بكري، يروحوا للمحطة تاع الحافلات ويبداو يطبعوا باش يروحوا في الحافلة اللي راح تروح الأولى، على خاطرش إذا ما قدروش يطلعوا فيها لازم لهم يستناو نص ساعة أو أكثر باش تجي الحافلة اللي موراها. وكي يكمل الخدمة ديالو لازم تاني عاود يجري باش يلحق بآخر حافلة اللي باش تعاود تردو للحي اللي يسكن فيه. وهنا نصادفوا أول مشكلة، وهي أنه توفر تاع النقل يكون مرتبط بالأوقات تاع العمل. يبداو الصباح بكري ومن بعد غير يخرجوا العمال موراها ما تلقاش النقل. وهنا يظهر المشكل الأساسي تاع قطاع النقل الجماعي عندنا، وهو أننا نشوفوه كقطاع تاع أرباح وما نشوفوهش كقطاع تاع خدمات. وكي تعامل قطاع النقل كتجارة، هنايا يبداو يظهروا لك المشاكل اللي رانا نعانيو منها، لأنه الأولوية تولي للربح وما توليش لتوفير الخدمة ولا تسهيل حياة المواطن. وهكذا يولي صاحب الحافلة يشوف الناس كنقود، عبارة عن نقود. وش معناها هذه؟ أنه الانطلاق تاع الحافلة ما يكونش مربوط بالوقت، وإنما يكون مربوط بالامتلاء ديالها. يعني صاحب الحافلة يقعد يعمر فيها حتى قريب تطرطق، وكي يقلع يولي يخمم برك وقتاش يلحق المحطة ديالو ويحط الناس ويعاود يعمر واحد اخرين ويعاود يرجع. على خاطرش كل ما يدير عدد رحلات كبير في اليوم قد ما يزيد المدخول ديالو، وهذا يؤدي للتهور في السياقة وعدم احترام قوانين المرور. ومن ناحية أخرى كي يكون الهدف هو الربح وراهي تجارة، صاحب الحافلة راح يحوس يقلل من النفقات ديالو، وبالتالي ما يحترم شروط الصيانة، وفي الحافلات يروح يخير اللي عندها الجودة، يعني الهابطة قاع، واللي تكون رخيصة، وهذا رايح يزيد من احتمالية وقوع الحوادث. وما بين قوسين، هذا النقص في الحافلات والتهور تاع السائقين هو أهم عامل ليدفع الجزائريين نحو شراء السيارات. وما بيد هضرنا على المشاكل، دركا ننتقلوا للحلول. الحلول بسيطة، هي أنه يكون عندك عدد كبير من الحافلات اللي يسمح لك باش تكون عندك وتيرة تاع انطلاق تاع الحافلات كبيرة. يعني في المدينة الصغيرة ما بين الأحياء كل 5 دقائق هكذاك تروح حافلة، وما بين البلديات مثلا تحب تروح من زيرالدا للعاصمة ولا مرغاية للعاصمة، كل 10 دقائق ولا كل 12 دقيقة تكون كاينة حافلة. وهذا معناها أن الحافلة يكون الانطلاق ديالها مربوط بالوقت، ماشي حتى تتعمر باش تروح. وعلى بالي دركا باللي السؤال اللي يتبادر لأذهانكم هو كيفاش السائق تاع الحافلة يقدر يدخل دراهم إذا ما يعمرش الحافلة ديالو. وأنا نقول لكم بأنه هنايا المكمن تاع العلة، على خاطرش قطاع ولا النقل الجماعي لازم يكون عمومي في يد الدولة، ماشي في يد القطاع الخاص، وهذا مطبق في جميع دول العالم. علاش؟ على خاطرش لضمان السيرورة الحسنة للنقل الجماعي لازم تتحمل الخسارة، والخسارة هذه اللي يقدر يتحملها هي الدولة فقط. والمقصود بالخسارة هنايا هي أنك إذا حبيت توفر الحافلات
خارج أوقات العمل تاع المواطنين، مثلا من 5 تاع الصباح حتى 12 تاع الليل، بواتيرة عالية مثلا كل 5 دقائق ولا 10 دقائق. هنايا عندك الحافلات قادرين يكونوا قاع معمرين، كيما قادرين يكونوا غير نص معمرين، ولا ساعات حافلات تكون فارغة تماما. وهذه المقاعد الفارغة هي خسارة اللي القطاع الخاص مستحيل أنه يتحملها، واللي يقدر يتحمل هذه الخسارة هو الدولة، على خاطرش المفروض أنه الدولة تشوف قطاع النقل الجماعي كقطاع خدمات، وهو داخل في تسهيل حياة المواطن. ومن ناحية أخرى هذه الخسارة الدولة رايحة تعوضها بالمردودية تاع المواطن، نهار اللي يلحق للخدمة ديالو يخدم مرتاح وما يكونش مقلق وما يخرجش قبل الوقت، وكذلك نهار اللي يرجع بكري لدارو ويكون عنده الوقت باش يريح مع العائلة ديالو والنفسية ديالو تكون مرتاحة. وهنايا نلحقوا للنتيجة باللي القطاع العمومي هو الوحيد اللي قادر يسير النقل الجماعي بطريقة مليحة ومناسبة. أما القطاع الخاص فممكن يشدوا يعني النقل ما بين الولايات. دركا نهضروا على بعض العوائق اللي ممكن تواجه قطاع النقل العمومي، ولعل أبرزها هو المدن الكبيرة وين الطرق تكون مزدحمة ومغلوقة، يعني الحافلات ما تقدرش تتنقل بأريحية. وعموما المدن الكبيرة اللي تكون فيها الازدحام بزاف تلجأ إلى وسائل نقل بديلة تكون أكثر اقتصادية وفعالية، مثلا كما المترو. ولكن حنايا مدن ديالنا قديمة والتخطيط ديالها واعرة باش دير فيها المترو باش تعمو فيها، ولكن مع ذلك كاين حلول أخرى للحافلات، وهو ما يعرف بالبي ار تي، باص رابيد ترانزيت. وش معناها هدايا؟ هي انه في بعض المدن وش دير تحط طرق خاصة غير للحافلات، والدرجة تاع تطبيق نظام البي ار تي هدايا متفاوتة. كاين مدن وين تحط طرق بأكملها مخصصة للحافلات، وكاين وين الدولة تخصص برك جزء من الطريق السريع للحافلات. وعلى العموم هذا الجزء يكون في المناطق الأكثر ازدحاما، وين كاين ازدحام بزاف تكون كاينة جزء من الطريق غير للحافلات ما يمشي فيها حتى واحد. وهذا الحل نظن يتناسب مع المدن الكبيرة ديالنا على خاطرش قديمة، ولكن كنحبوا نبنوا مدن جديدة لازم تكون عصرية، ولازم ناخذ بعين الاعتبار وسائل النقل الأخرى كما الترامواي والمترو. وبهذا نكونوا كملنا الفيديو ديالنا، والخلاصة هي أنه قطاع النقل قطاع حيوي وحساس، والطريقة الوحيدة باش نضمنوا السيرورة الحسنة تاعو هي أنه يكون تابع للدولة. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وإذا عجبكم لايك واشتراك في القناة من فضلكم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.